سلام الله عليكم إخواني أخواتي. تأكيد وقوع انهيار منزلين بحي المستقبل المسيرة بمقاطعة زواغة في فاس بعد ترجيح وجود ضحايا في الأرواح. فاس تأكدت الجريدة وقوع انهيار لمنزلين سكنيين في حي المستقبل المسيرة التابع لمقاطعة زواغة بعد ساعات من انتشار الأنباء الأولية التي أثارت حالة من الذعر لدى الساكنة المحلية. ووفقا لمصادر محلية يرجح أن الحادث قد أدى إلى خسائر بشرية وإصابات، حيث لا يزال عمل الإنقاذ جاريا للكشف عن أي محاصرين. وتأتي هذه الحادثة في سياق متكرر من الإنذارات المتعلقة بسلامة المباني في أحياء فاس الشعبية، حيث أشارت تقارير سابقة إلى أن مقاطعة زواغة التي تضم حوالي 163 ألف نسمة تواجه تحديات عمرانية كبيرة تشمل غياب الصيانة الدورية وضعف البنية التحتية. كما نقل عن شكاوى الساكنة في السنوات الأخيرة، وتذكر هذا الحدث بفاجعات سابقة في المدينة، مثل انهيار عمارة بحي الحسن الشعبي في مقاطعة المرينين الذي أسفر عن 10 وفيات و6 إصابات، مما أثار دعوات متكررة لتسريع برامج الترميم والإخلاء الإلزامي للمباني المهددة. وفي الوقت الحالي أعلنت السلطات فتح تحقيق قضائي فوري لتحديد الأسباب الدقيقة والمسؤوليات، مع التأكيد على أن الجهات المختصة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز الرقابة على التراث العمراني. كما دعت السلطة الساكنة إلى التعاون مع الجهات الأمنية وتجنب التجول في المناطق المعرضة للخطر، مع الإعلان عن توفير مساعدات طارئة للمتضررين. ستستمر التحقيقات في الكشف عن تفاصيل إضافية وسط تنديد عام بضرورة إعطاء الأولوية لسلامة المواطنين في المناطق الحضرية الناشئة. والسلام عليكم إخواني أخواتي، نوافقكم بالجديد إن شاء الله.